وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هنعمل طريقه الكحك الدايب احسن من المحلات كمان. اولا لانك بتبقي عارفه انت عاملاه ازاي وايدك نظيفه وحاجتك كلها نظيفه وبتبقي عارفه مكوناته. وبتبقى كمان بتبقي ضمناه 100% احسن من اللي بره. طبعا النهارده هعلمكم طريقه الكحك اللي هو الدايب، طريقه جميله وسهله وبسيطه وهتحبوها جدا معايا. وكل عيلتك هتحب طعمه كمان. ندخل في المكونات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان الفيديو هيبقى طويل شويه. بس قبل ما ادخل في المكونات انزلي تحت اعملي لي لايك واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه عندي، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عندي هنا انا هكلمكم على المقدار اللي انا هعمله النهارده، بس برضو انا هقول لكم هكتب لكم المقادير بتاع الكيلو الواحد في صندوق الوصف تحت. بس دي كميه، يعني انا هعمل 3 كيلو دقيق. طبعا انتي هقولك على مقدار الكيلو الدقيق ياخد ايه. ماشي. انا عندي هنا دقيق وهنا سمنه، دي زبده، وجزء زبده وجزء سمنه مسيحه. فانا ايه هقولك برضو على المقادير بتاع الكيلو الواحد، هنزلهولك في صندوق الوصف تحت. الكيلو ياخد قد ايه سمنه وياخد قد ايه زبده، ياخد قد ايه سمنه وياخد قد ايه زبده. وعندي هنا علبه زبادي بلدي من اللي هي البلدي زي اللبن الرايب كده اهيت. وعندي حليب كامل الدسم بوشه، وعندي هنا باكو بودر ولبن بودرة، وعندي 3 بكاوي فانيليا، وعندي هنا سمسم اهو محمصاه، لسه محمصاه دلوقتي. هو لسه متحمص عشان هو كده الطبق سخن، فعشان كده ما رضيتش احطه هنا عشان ما يلزقش، بس هو موجود برضه. وطبعا انا هحشي الكحك ده عجوه انا مجهزاها. العجوه دي انا جبتها من اللي هي ام بذر، خلصت منها البذر ونضفتها كويس، ومعلقه سمنه كبيره كده حلوه على النار سخنتها وقمت نازله عليها بالعجوه وقعدت اهرسها قوي. وبعد ما هرستها كورتها كور صغيره كده عشان خاطرها تبقى جاهزه معايا على طول على العمايل. وبرده انا عندي الحشوه التانية ملبن، بس انا لسه ما عملتوش، يعني انا هاخد منه، هعمل بالعجوه الاول واللي هيفيد من العجين هاخد من الملبن منه جزء، لان هو كده هيبقى كتير على 3 كيلو. بس انا ايه ما رضيتش اعمله الا لما اخلص العجوه الاول. طيب يلا ندخل بقى في تحضير العجينه. تحضير العجينه سهله جدا وبسيطه وان شاء الله تحبوها. ابدا معاكم، خليكم معايا وان شاء الله خليكم معايا للاخر وهتلاقوا الطريقه حلوه وهتعجبكم باذن الله. اول حاجه هقلب المكونات الجافه بس الاول كده على بعضيها، وابدا عشان لما اشغل المضرب اللي هو بالكهرباء ما بقاش محتاجه ان انا اضيف حاجات تاني. انا الاول هحط المكونات الجافه الاول مع بعضيها وارجع تاني معاكم نشوف. كده دي اهو هحط عليه باكو من البودر، باكو اهو على بعضه، والثلاث بكاوي فانيليا دول كل كيلو بيحتاج كيلو يعني باكو فانيليا. انا بحط باكو واحد فانيليا للكيلو. وهحط هنا معلقه كبيره من اللبن البودره، هي دي تقريبا معلقه كبيره، يعني الحبه اللي في الكيس دول تقريبا كده معلقه كبيره. وكمان هفضي السمسم عليهم. ماشي. طبعا هقلب كل المكونات دي واركنها على جنب عشان ابدا في المكونات اللي هي السائله.
هقلبهم كويس مع بعضيهم. كده بقى قلبتهم كلهم مع بعضيهم اهو. مش قادره اقول لكم بقى ريحته عامله ازاي، ريحته جميله قوي، الفانيليا بتدي له ريحه جميله قوي يا جماعه. كده انا قلبتهم كويس مع بعض. هروح بقى عشان اعمل السمنه واوريكم هضربها ازاي في المضرب واعمل ايه المكونات عليها. حطيت السمنه على الزبده في قلب طبق نضيف خالص، يعني ده غير ده اللي هعجن فيه بقى. يعني انا قلبت المكونات الجافه في الطبق التاني، ده اللي هحط عليه السمنه اهي، وابدا اشغل المضرب. هحط ده سكر بودره. هو الكيلو الدقيق بيحتاج 65 جرام من السكر البودره، دول 200 جرام من السكر البودره لل3 كيلو. طبعا انا مقادير الكيلو الواحد انا هنزلها لكم في صندوق الوصف تحت، بس دي مكونات كتير، فعشان كده مش هقعد اتكلم عن المقادير كتير. انا هكتب لكم مقادير الكيلو الواحد بيحتاج قد ايه. هحط السكر البودره مع السمنه واضربه كويس لما السمنه تبقى كريمي كده اهو.
السمنه والزبده واللبن البودره مع بعض اهمت لغايه ما بقى لونها كريمي خالص، بقت ناعمه خالص اهيت. خدت مني حوالي 8 دقايق 10 دقايق ضرب بالمضرب على اعلى سرعه. بعد كده هنزل بالدقيق بقى والمكونات الجافه. بس في حاجه نسيت اقول لكم عليها ان انا اعملها، هحط ذره ملح كده على الدقيق، ذره واحده اللي هي السنه بس اهي، حاجه بسيطه خالص تحط على الدقيق كده. ماشي كده، هي السمنه بقت كريمي خالص اهي. هنزل عليها بالدقيق والمكونات الجافه كلها، وهبدا بقى ايه ابس العجينه. معلش انا هستخدم ايدي بقى لانه ما ينفعش غير ايدي، بالسمنه كده لحد ما اخليها زي الرمل المبلول. بسم الله. الطريقه دي جميله جدا وهتخلي لكم كحك دايب وجميل. بصوا انا هبست العجينه كويس. غير الطبق كده عشان تبان، عشان اقدر املك السمنه. هفضل بقى ان انا لحد ما الدقيق الابيض ده كله ينبس مع السمنه، يبقى زي الرمل المبلول كده. لازم اضيع الدقيق في السمنه خالص، لازم يبقى عامل زي الرمل المبلول كده. هفضل ادعك فيها لحد ما الدقيق بياضه ده يختفي خالص، يبقى كل الدقيق مختلط بالسمنه.
بصراحه انا مش مالكه ان انا يعني ان انا الف العجينه كلها وهي محطوطه كده. انا هبدا ان انا انزل الطبق دهون في الارض عشان اقدر املك العجينه واظبطها كده. انا ملكاها كويس لاني الطبق مش عالي عليا. كده العجينه كلها اختلطت مع الدقيق اهو. كده ما بقاش دقيق ابيض خالص. كده العجينه كلها اهي مختلطه مع الدقيق كويس قوي. في الوقت ده بقى انا هنزل بعلبه الزبادي. هفضل اعجن بعلبه الزبادي. مش هعجن، انا مش هعجن، انا هيعتبر كده هفرد العجينه واعجنها يعني المها. ولما لما اتوه علبه الزبادي خالص في قلب العجين هكمل بلبن. ماشي. انا مش هعجن، انا هلف العجينه كده. انا مش هعجن، يا اما اغرزها كده. مش هعجن عشان انا مش عايزه اعمل لها عرق، لان لو العجينه اتعمل لها عرق الكحك هيبقى ناشف، هينشف معايا. فانا مش عايزه ايه انشفه. اول ما الزبادي تدوب خالص هبدا احط لبن. هنا مش هعجن، يعني ما ينفعش ان انا اشيل واودي واجيب زي العجين اللي هو بتاع العيش والمخبوزات. لا، انا بتوه بس الايه فيها. طبعا الزبادي راحت. انا هاخد من اللبن ده، هبدا ان انا اخد وشه الاول كده حبه، يجي كوبايه كده، مقدار كوبايه، وابدا ان انا الم العجينه كده. انا مش هعجن، انا بلم العجينه في بعضها. بصوا بقى يا جماعه، كده خلاص انا عجنت العجينه. بصوا عشان اعرف ان العجينه دي مظبوطه معايا، بصوا كده مفيش عرق، مش زي العيش بيمط ولا زي اللبان. اعرف ان العجينه انظبطت معايا وكده تمام، انها تبقى دايبه وحلوه. بصوا مفيش عرق، مفيش عرق العجينه خالص كده. بسم الله ما شاء الله. طب هجرب واحده كده بقى. بصوا بقى كده. طيب انا هتك عليها. اول ما اتك عليها هي مشققه سنه بسيطه، يبقى كده محتاجه سوائل، يبقى محتاجه لبن.
لو مش مشققه خالص معاكي تبقى لبنها مظبوط. هي كده انا محتاجه معايا حبه لبن بسيطه كمان. حطيت حبه لبن اتوههم فيها برضو لحد ما اطمن العجينه كده معايا مش محتاجه اي سوائل. هفضل اعجن، مش هعجن، ده مش عجن، انا بتوه اللبن بس في الايه، في العجين. بسم الله ما شاء الله. كده بسم الله ما شاء الله. خلاص هي ايه، العجينه كده بقت معايا تمام قوي. بصوا الطبق نضف ازاي، ما بقاش فيه عجين من تحت. اقطع حته، بصوا العجينه مش بتمط معايا كده. هبدا بقى اخد حته صغيره كده واشوفها. بصوا اول ما احط صبعي فيها كده وابططها كده، بصوا العجينه ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجه. كده انا اطمنت ان العجينه بتاعتي ايه كده تمام قوي، مش عايزه حاجه تاني. النور اهي عشان تشوفوها. بسم الله ما شاء الله. بصوا لما بقطع حته العجينه سهله معايا ازاي في التقطيع، كده نتيجه صح ممتازه. لو العجينه مطت معاكي وقعدت تمط زي العيش كده وزي البيتزا كده، زي العجينه بتاع البيتزا، طبعا كده يعني عملت عرق وهتنشف. بسم الله ما شاء الله، دي اهي كده تمام قوي. انا بقطع ازاي، مفيش حاجه، مفيش عرق، كده تمام قوي العجينه معايا. هبدا ان انا بقى ايه، اجيب صاج واقطعها كده. ده صاج اهو، امسحه كويس. الصينيه اللي بنسوي فيها يا جماعه مش بندهنها حاجه، مش هتندهن حاجه. كل الموضوع بقى انا هعمل ايه، هجيب بقى انا خدت حته عجينه اهي. الاول هكورها كده، هبدا ان انا ادخل صبعي فيها كده واحط العجوه بتاعتي وابدا اضم عليها العجين على العجوه واكورها كده. بصوا بقى، وابدا ابططها سنه بسيطه كده. وعندي المنقاش هنقش كده بسم الله. هي العجينه مش مستحمله منقاش، عايزه بسطامه ناعمه جدا. طيب انا على بال ما اجيب البسطامه هعمل كذا واحده واوريها لكم، عشان العجينه دي دايبه قوي مظبوطه، هي عجينتها دايبه. هحطهم كلهم كده، اعمل كذا واحده قدامكم، وفي الاخر هبسطمها قبل ما ادخلها الفرن عشان النقشه بتاعتها ما تروحش منها. العجينه دي يا جماعه مش بتفضل لما بتخمر، لان احنا مش محطوط فيها خميره، هي محطوط فيها بودر. يعني انا هخلص تقطيع العجين ده وهسوي على طول. انا نقشت الكحك كله اهو بالمنقاش، طلع شكله جميل اهو. طبعا انا هكمل كل الكميه وادخله على فرن درجه حراره 180، وبرضو هبقى يعني ايه اخد بالي منه، اضير الصينيه الفها لحد ما الاقي لونه حلو. طبعا لما اخلص الكميه انقشها كلها، هبدا بقى ان انا هسويه
وارجع لكم تاني اوريكم هو بقى مستوي وكل حاجه. طبعا التسويه دي بقى كل واحده بتحب، في واحده بتحب لون الكحك فاتح شويه، في واحده بتحبه احمر شويه، كل واحده على حسب ذوقها. طيب انا هروح اكمل بقى كل الكحك على هذا النظام، وبعد كده ارجع لكم تاني اسويه وارجع لكم بقى اوريه لكم بعد ما استوى. وادي بقى الكحك بتاعي بعد ما خلصته. طبعا ديت كنت واخداها من زمان من عند ماما، اسمها مشنة. كانوا زمان بيجيبوا عليها العيش من الفرن العيش، بس اتلغت دلوقتي. بس دي انا محتفظة بيها كده، يعني حاجة كانت موجودة زمان، وانا بحب حاجات جدتي وماما والحاجات دي القديمة دي. بصراحة هي بتدي تهوية تحت للكحك، وبتخليه يبرد بسرعة وما يحنش على بعضه ويعمل. طبعا بسم الله ما شاء الله التسوية جميلة من ورا ومن قدام، جميل. طبعا انا ما ينفعش ان انا نعمة ربنا ما ينفعش استهزأ بيها. مش هقعد اقولك بقى ان هي دايبة واقعد اهرس واعمل، بس كل اللي هقدر اقولهولك انا هوريكي واحدة افتح واحدة بس كده، بس عشان ما يبقاش حرام علينا نعمة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شكله عامل ازاي، دي محشية ملبن. بسم الله ما شاء الله، العجينة دايبة خالص، دايبة دوب كده، مش مستحملة اصلا وانا بفتحها اهي، طرية ودايبة زي بتاع زمان كمان، وكمان احلى من بتاع المحلات. طبعا بتاع المحلات يعني لهم في الشكل والبرستيج وبتاع، بس ده طعمه جميل، معمول بسمنة بلدي، وطبعا انت عارفة عاملاه ازاي، وظابطة مقاديره كمان، ومطمنة في الاواني اللي انت عاملة فيها انها نظيفة تمام التمام، وانت بتبقي غاسلة ايدك ونظيفة، وكمان بقى بتفرحي اولادك وعيلتك كلها بتبقى فرحانة، وبيتك كله بتبقى ريحته خير كده وبركة من ريحة الكحك ده. في نهاية الحلقة لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة عندي، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.